ازيكم؟ جالي سؤال. بتقولي المستفيدة، بتقولي أنا فاقدة الشغف ومش حاسة بطعم أي حاجة. حاجات كتيرة كنت بحبها ما عنديش بحبها، وحاسة بوجه عام إن أنا مش عايزة أعمل حاجة. هو ده مرض ولا ده ليه علاج ولا ده إيه بالظبط؟ طيب، أنا لايف كوتش شيماء حزم، وحابة أتكلم النهاردة معاكم عن الشغف. هي يعني إيه كلمة شغف أصلا؟ قبل ما أقول ده مرض وأنا خايف وكده، يعني إيه شغف؟ طيب، الشغف هو درجة من درجات الحب العالية. يعني أنا بحب قوي، متعلقة بحد قوي، مهنة، هواية، شخصية، نمط معين في الحياة. فكتر تعلقي بيه واهتمامي بيه وإن أنا أبقى شديدة الإعجاب والتعلق بيه، ده اسمه شغف. طيب، فقدان الشغف يبقى انا فقدت الاهتمام وفقدت الحافز اللي كان بيخليني عايز اعمل الحاجة دي. لو هواية، لو موهبة عندي، لو شغل انا بعمله وبحبه، لو نمط حياة معين، شخصية معينة في حياتي، فقدت الشغف يعني فقدت اهتمامي بهذا الشيء، بهذا الشخص، بهذا النمط، بهذه الهواية، بهذا الشغل. طيب، هل ده مرض؟ لا، ده مش مرض. طب هل ده مقدمة المرض؟ لو تجاهلنا فقدان الشغف واستسلمناه وخلاص ورضينا بالأمر الواقع، ممكن يؤدي إلى اكتئاب. طيب، يبقى احنا أول ما نحس ان في فقدان للشغف، في حاسه ان انا الحاجات اللي كنت بحبها والحاجات اللي انا كنت بحب اعملها والاشخاص اللي انا كنت بحاول التقي بيهم، ما عادش عندي طاقة ان انا التقي بيهم او ان انا اعمل الحاجة دي، ده كده اول انذار او اول علامة من علامات فقدان الشغف. انا بالنسبة لي بعتبر ان فقدان الشغف ده وكأن ده كده ايه، ناقوس اللي بيقول لي لا، في حاجة لازم تتغير، في حاجة في نمط حياتك، في حاجة في تفكيرك، في حاجة في الموهبة اللي انت بتحبيها لازم تتغير. فانا بعتبره ان هو انذار مبكر بالتغيير. لازم اغير حياتي، لازم اغير حاجه، في حاجه لازم تغير. فانا بشوف ان ده فقدان الشغف ده نعمه. زي بالظبط لما اتعور واحس بالم، احساسي بالالم هو اللي هيخليني ابص على الجزء اللي اتعور وهبدا اعالج الجزء اللي اتعور ده. طيب، فقدان الشغف نوعين. نوع فقدان شغف اجتماعي، يعني ما انتش عايز الادوار اللي بعملها، الادوار الاجتماعيه مش عايزه اعملها، الادوار المهنيه مش عايزه اعملها، اي نشاط اجتماعي او اي نشاط خارجي. وانا كنت الاول بحبه وبحب اعمله، ما عادش عندي الطاقه ان انا اعمله. النوع التاني هو الشغف او فقدان الشغف الجسدي. بمعنى ايه؟ ان انا بتبقى احداث وحاجات جامده جدا احس ان انا تاثري بيها ما عندش عارفه اتاثر بيها. مواقف جامده المفروض مثلا ان انا يبقى فيها حزن او ازعل، مثلا بشوف اخبار المفروض ان انا ازعل، ما عادش فيه. يعني ممكن نقول تبلد شويه في المشاعر. احساسي بالحاجه قل، ان انا بحس حتى الفرح قل، احساسي بالفرح قل، احساسي بان انا عايزه اشوف طب وايه النتيجه وايه اللي حصل قل. طيب، الفقدان الشغف ده لو انا عايزه افرقه ما بينه وما بين الاكتئاب، فقدان الشغف ده لو كان في حاجه انا كنت بحبها وشغوف ان انا اعملها وما عدتش بحبها، هو ده فقدان الشغف. الاكتئاب بيبقى بوجه عام في كل الحاجات، بحبها وما بحبهاش في كله. باختصار شديد، يعني اسباب فقدان الشغف: اول حاجه الاجهاد الزايد، ان انا بصب تفكيري او بصب مجهودي في حاجه معينه وبفضل اجهد نفسي فيها بدون ما اخد فتره من التوازن او فتره من الراحه. تاني حاجه تغييرات الوعي. بمعنى ايه؟ انا بشوف ان فقدان الشغف ده شيء طبيعي وشيء منطقي انه يحصل، لان انا بتطور ووعيي بيتغير وتفكيري بيتغير. فلازم من حين لاخر احس ان انا الشيء اللي انا كنت مهتميه بيه ده دلوقتي ما عادش بقى منصب عليه اهتمامي في الوقت الحالي، لان تفكيري ووعيي اتغير. او محتاجه ان انا اعمل الشيء ده، لو مثلا شغل، لو شغفي ده شغل او شغفي ده هوايه، اعملها بطريقه مختلفه. بتيجي من حته تطوير الوعي، ان انا وعيي هنا اتطور، فمحتاجه ادي هذه المهمه او هذه الهوايه بشكل مختلف. فيجي لي في حته ان انا بقيت عندي فقدان في الشغف، وبالتالي دي علامه من العلامات ان انا محتاجه زي ما وعيي يتطور، محتاجه طريقه ادائي للشيء ده هي كمان تتغير. يبقى الاجهاد الزايد، تطوير الوعي، فكره ان انا مغلق نفسي على اتجاه واحد او في شيء واحد ومركز عليه جدا، هو ده اللي ممكن يعمل لي فقدان في الشغف. طيب، يبقى احنا لما قلنا اسباب فقدان الشغف، منها برضو
هنوصل للعلاج. علاج فقدان الشغف. اول حاجه اعتبر ان فقدان الشغف ده بسبب بطريقه ما ان هو عباره عن انذار ليا ان انا لازم اتغير، لازم اتحرك من مكاني. المكان اللي انا فيه ده لسبب او لاخر ما عادش مكاني، الطريقه دي ما عادتش الطريقه المناسبه ليا، الناس اللي حواليا، الشغل ده ما عادش المناسب ليا. مش مناسب ليا يعني ان انا اسيب الشغل، لا، ممكن ادي نفس الشغل بس بطريقه مختلفه. فقدان الشغف يساوي ان انا اطور من نفسي. طيب خلاص، يبقى انا هقبل فقدان الشغف ده، هعتبر ان ده علامه من علامات ان انا لا، محتاجه اتحرك من المنطقه اللي انا فيها، محتاجه اتحرك من المكان اللي انا فيه، محتاجه ان انا اتطور من نفسي شويه وتعاملاتي تتطور شويه. تاني حاجه، ابدا ابص على نمط حياتي. نمط حياتي محتاج، هلاقي نفسي ان انا محتاج فيه جزء من الراحه، ارتاح شويه. النمط اللي انا متعود ان انا اعمله والطريقه اللي انا متعود ان انا امارس بيها حياتي، لا، محتاجه ان انا اوقفها شويه، اخليها تمشي برتم ابطا شويه، اخلي الحاجات اللي انا هقدر اغير فيها ابدا اغير فيها شويه بشويه. فرصه سعيده جدا، فرصه جميله جدا ان انا اقعد مع نفسي وابدا اشوف، طب انا ليه فقدت الشغف؟ طب هل انا شغوف بحاجه تانية؟ طب انا ممكن اعمل حاجه تانية؟ طب ممكن الحاجة اللي أنا بعملها دي أعملها بطريقة مختلفة؟ أبدأ أقعد مع نفسي وأبدأ أستعين بمتخصص إن هو يقدر يساعدني في إن أنا ممكن أشوف المنطقة دي. تالت حاجة من حاجات العلاج لفقدان الشغف إن أنا أبدأ أبص على نمط حياتي وأبدأ أهدي من سرعته شوية، وأبدأ إن أنا أحاول أغير فيه وأحاول أعدل فيه. طيب فقدان الشغف بيعني ايه كمان، او الحاجات اللي انا ممكن اقدر ان انا اعالج فيها فقدان الشغف؟ ان انا ابدا ابص على نفسي وابدا ابص على الموقف من زوايا مختلفه، من حاجات مختلفه. ابدا افتح مجال اوسع لحاجات، لافكار جديده تخش لي، لناس جديده تخش حياتي، لتعاملات مختلفه، اغير النمط واسلوب حياتي. لو ما بلعبش رياضه ابدا ادخل ان انا العب رياضه. يعني التجديد والتغيير. ان انا فقدان الشغف ده معناه ان انا اصبت بحاله من الملل والرتابه. علاجها ان انا اجدد، اغير، افهم نفسي اكتر، اروح لمتخصص يساعدني ان انا اشوف زوايا مختلفه في الموضوع اللي انا فقدت فيه الشغف، طرق مختلفه للتعامل معاه، ادخل اشخاص جديده في حياتي، ادخل نمط حياه مختلف. فقدان الشغف ده مؤشر كويس جدا، يا اما هاخده وهتطور بيه واغير من نمط حياتي وهادرك ان انا في انذار بيجي لي ان انا لازم اتغير، او هستسلم ليه وهيبدا يزيد معايا ويبدا ممكن نخش في اكتئاب. حابه اسمع منكم، لو حد فيكم مر بحاجه شبه فقدان الشغف او مر بفقدان الشغف، اتعامل معاه ازاي؟ كان مدرك لمراحل فقدان الشغف ولا لا؟ كان قادر ان هو يتكيف ويتعامل معاه ازاي؟ طلع من فقدان الشغف ده ازاي وقدر ان هو يستعيد شغفه بالحاجات اللي بيحبها ازاي؟ منتظره تعليقاتكم، ومنتظره تشاركوني ارائكم وتشاركوني سمعتوني ازاي، واشوفكم على خير.